المبتدع ليس على الطريق، ضل، والضال هالك. فوصف الله الهالكين من بني إسرائيل بقوله: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الضال هالك لأنه ليس على الطريق، تتشعب به الطرقات حتى يقع في الهلكة. دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، شردوا عن الطريق وخالفوا الصراط فهلكوا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا يبين لنا على أن الضالل تتشعب به الطرقات فيضل الطريق ويهلك. وهذه وصية أخرى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن له رغبة في اتقاء عذاب الله وله خوف من ذلك فإنه يلزم الصراط ولا تشعب به الطرقات.